السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باستغفار بالصلاة على الحبيب نبداو الفيديو ديال اليوم عليه أفضل الصلاة والسلام. شكون اللي ما كيعشقش حلوة الدرهم، حلوة الكوك اللي إلا شفناها ما كنشدوش روسنا باش نذوقوها، يعني وذكريات معها الطفولة ملي تنخرجوا. اليوم حضرتها وبثلاثه المكونات وسهله في التحضير، يعني تبعوا الخطوات والمراحل اللي تبعتها انا وغتنجح معكم من اول مره. وإلا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه كنقول لكم مرحبا بكم، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وبسم الله على بركه الله. عندي هنا في المكونات، المكون الرئيسي هو الكوك اللي خصو يكون ميدم، ضروري يكون ميدم لنجاح الوصفه. ما تاخدوش هذاك الناشف، خذوه ميدوم. ملي كنحكوه ما بين يدينا كنقوه ميدم. 125 غرام ديال الكوك والدبل ديالو ديال السكر كلاصي. بغيتو ديروا سنيده ديروا سنيده، انا توفر لي السكر كلاصي درتو 250 غرام ديال السكر كلاصي. دائما بالعبار، يعني انا كاس ديال العنبه عبرته، ولكن هاد 125 غرام عطاني كثار من كاس ديال العنبه، لهذا ما عبرتش بالكاس، درت 125 غرام ديال الكوك و250 غرام سكر كلاصي. والبيض 3 الحبات ديال البيض، خديت غير البياض وضروري يكون البيض كبير، وقبيصه ديال الملح. ما تاخدوش البيض يعني صغير وغادي يتخلط لكم المكونات، ولكن راه هذيك التعليكه ما غتجيكمش في الحلوه. من الاحسن خذوا البيض كبير باش كيشرب لينا داك الكوك وتجينا معلكه من الداخل. درت هنا في الروبو الكوك والسكر كلاصي وطحنتهم واحد الطحنه مزيان، تداروا ليا واحد 3 دورات، وغادي نكبهم هنا في هاد الزليفه اللي غادي نخلط فيها كل شيء. يعني هاد البول غادي نديرو فيه كل هالعمليه والخدمه حتى نساليو. درت ديك المليحه ودرت داك البيض ديال البيض، وكما سبق لي وذكرت ضروري البيض تاخدوه كبير، هو اللي كيعطينا ديك التعليكه لداخل الحلوه. غادي نخلط المكونات مزيان، ما ضفت انا حتى شي منسمات، يعني هذاك الكوك المذاق ديالو كافي. صافي كيتلبس ليا مزيان داك البيض ديال البيض. غادي ضروري نديرو هاد المرحله ديال نديرو في حمام مريم. غناخذ الكاسرونه ندير فيها الماء تيغلى، وغادي نحط هذاك البول هنا. غنحسبوا ليه 15 دقيقه، عطيوه 15 دقيقه بالضبط حتى يبان لكم هذاك الخليط. حنا كنديوه ونجيبوه ما نغفلوش عليه، بقاو حداه ما نحيدوش يدينا عليه بواحد المعلقه حتى كيذوب ليا، كتذوب هذيك داك السكر كلاصي. هانتوما تيولي الخليط جاري وخفيف. مني كدوز 15 دقيقه كنرجعوه كنحيدوه، نخليوه يبرد غير تما. انا غادي نهبط غير الجوانب بواحد السباتول، ما ندخلوش للثلاجه في هذه المرحله حتى يبرد، تحيد منه غير يدفى شويه صافي. وغادي ندير ليه واحد البلاستيك غذائي نغطي عليه من الوجه وندخلو. انا عطيته تقريبا 4 السوايع حتى برد تماما. بغيتو تبيتوه مثلا خدمتوه في العشيه هاد الحلوه، خليوها في الثلاجه حتى الله غدا وعاده كتشكلوها. انا عطيتها 4 السوايع وكثر تقريبا. المهم بردات ليا تماما، انا خرجتها. هانتوما شاربه الحلوه، يعني
جا مع راسها، ما كاينش، ما بقاتش مرخوفه. هنا غندير شويه الزيت وغادي ندير كويرات، على درت فيهم تقريبا واحد 18 غرام. وغادي نجيب اللاطه نفرش ليها الورق، وهنا في هذه الاثناء انا راه مشعله الفران، شعلت عليه ونقصت. كنبسط، ما نخليوهاش يعني مبومبي الفوق، ضروري ما تبسطوا شويه. وغادي نحطها نباعدو بيناتهم، حيت مازال غادي تضعف، غادي تنفخ، ومن الاحسن حتى كنكمل الكميه. راه هاد القياس هذا اللي درت عطاني 18 تقريبا 19 حبه اللي عطاني. القوام ديالها نتوما ملي كتشرب كتبرد، وهذيك المرحله ديال الحمام مريم راه كتعاون البيض وثاني والسكر كلاصي باش كينسجموا. كنكملهم انا وندير وحده حدا وحده نبعدو بيناتهم. الفران انا عندي كيشعل من جهه واحده، سخنته. هنا درت واحد اللمسه اللي هي غنجيب واحد المعلقه وغنديرها في الماء، وغادي نشفها مزيان، غير كنحطها في الماء وكنسوسها، وكندير هاد اللمسه هذه من الظهر ديال المعلقه فوق من الوجهات الحلوه. ما كنبسط بزاف كاع، حتى باش ملي كطيب كتجي شويه معلكه من الداخل، ما نبركوش عليها بزاف لا تجينا تاني تكرم لينا في الفران. خليوها شويه مهبره. دوزت عليهم كلهم من الوجه وغادي ندخلها للفران. طلعتها انا في الرف الفوق والعافيه من التحت، لان عندي العافيه الفران تيشعل غير من جهه واحده حتى كنشم الريحه وتتبان ليا. مثلا ما حليتش عليها انايا حتى دازت واحد 15 دقيقه ولا 20 دقيقه على الاقل. انا فراني شويه ثقيل. وإلا كان عندكم فران ديال الضو ديروها على 170 درجه. لهذا ردوا ليه البال، ملي كتبان لكم تحمرات من الجوانب راه كتهبطها انا لتحت، ولاني نقصت العافيه، راه هاد هي كتحمر من الوجه ديالها. وخرجتها، ما قربتش ليها انا حتى بردات، عطيتها واحد 20 دقيقه بردت ليا مزيان، عاد قدرت نحركها من بلاصتها. والريحه راه شهوه منها طالعه، ريحه الكوك. مني بردت عاد كنقادوها. بغيتو ديروها في شي بواطه، راه خاصكم تفرقوا ما بين حبه وحبه بالسلوفان. ومني كتبقى تزيد مازال واحد المده راه كتزيد هذيك التعليكه تعطينا من بعد. واحد المذاق فيها. ونتشاركت معكم حلوة الدرهم، حلوة الكوك اللي معشوقة الكل الكبير والصغير. وجربوها بهاد المكونات، المقادير اللي مضبوطة، احتفظوا بهم وشاركوا الوصفة مع الأحباب والأصدقاء باش تعم الفائدة. وما تبخلوش عليا بالضغط على زر الإعجاب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وودعتكم في يد الله الذي لا تضيع ودائعه، في وصفة جديدة وفيديو جديد إن شاء الله. ومن الداخل شاركت معكم القوام ديالها. بغيتو ديروا حبة مع حبة، يعني إلا كانوا صغار كديروا وحده مع وحده، راه كتلصق، يعني كيلصقوا بلا ما نديروا لهم حتى حاجه. فضلت انا بما ان عندي الحبه كبيره خليتهم فرديين، والقوام من الداخل معلكه
وبنينة كتجي، تستحق التجربة. ووصلنا لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.